السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي. النهاردة معانا كريم جميل جدا 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 جدا، وهنشوف الكريم السحر الواو 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 للهالات السوداء اللي تحت العين والانتفاخات واي سمار في البشرة. يعني مش للهالات السوداء بس اللي تحت العين، لكن انا عاملاه للهالات اللي تحت العين، لكن انت تقدري تحطيه على كامل وجهك، يعني تحطيه على كامل الوجه. الكريم بتاعنا الجميل اللي احنا شايفينه ده طبعا مكوناته ايه احنا هنقول مع بعض. اهو كريم، يعني بصي بتمتص البشرة جميل جدا جدا جدا. وانت بتحطيه تحت العين يا ريت بالصوبع اللي هو ارق صوبع اللي هو حنين في توزيعه تحت العين، تمام زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا علشان من غير النضارة، لكن انا هوريكم الكريم بتاعنا. عملية شد الترهلات اللي تحت العين لمنع الانتفاخات، للقضاء على السمار اللي تحت العين او الهالات السوداء زي ما بنسميها. فكتير سألني قال لي يا مدام هدى طيب ما فيش حاجة للهالات السوداء، فانا حبيت اطلع لكم بالكريم الجميل جدا جدا ده. ومكوناته سهلة، ومش هقول لكم ان مكوناته صعبة جدا، لا مكوناته موجودة في تلاجتك، يعني حاجة مش هتخطر على بالك، يعني حاجة موجودة في تلاجتك ومش هتخطر على بالك ان لها فايدة كبيرة 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 في الترطيب وللهالات السوداء ولتنعيم البشرة. وزي ما انتم شايفين البشرة بتمتصه، بصوا يعني مش هيبقى له اي اثر. انا وزعته على كامل وشي، لكن هو للهالات اللي تحت العين وفوق العين، وده ما يمنعش ان انت توزعيه على بشرتك. بس المكونات بتاعته قلتلك من تلاجتك، مش هتحتاجي تشتري حاجة من بره، وممكن تاخدي منه وتعملي اللي هو التدليك او المساج للبشرة بيه. بصوا هايل جدا جدا جدا. ما ننساش رقبتنا، ما ننساش كل حتة في بشرتنا، يعني مش خاص للهالات السوداء اللي هنا. انا بصوا مع استخدامي ليه عشان كده حبيت اطلع لكم بيه وافيدكم بيه. ويلا مع بعض ننزل كده للمكونات الجميلة اللي في الوصفة الجميلة بتاعتنا، اللي بتقعد في التلاجة ممكن مدتها شهر، ممكن اقل. المهم احنا مع استخداماتنا هتخلص. فانت حابة تعملي مقادير قليلة ده حاجة ليكي، حابة تعملي مقدار يعني اكتر ده حاجة ليكي. لكن الكريم اقسم بالله جميل جدا جدا جدا، يعني لطشة هنا لطشة هنا، نقطة هنا نقطة هنا، وابدأوا وزعهم ونبدأ نحطه. اتفرجوا على جمال بشرتكم، اتفرجوا على رونق بشرتكم، اتفرجوا ان الهالات السمراء اللي تحت العين انها تروح. ان انتوا هتدعوا لي مش هتدعوا عليا، وهتقولوا يا مدام هدى انت ليكي حق. وجربوا الوصفة، وما تنسوا تحطوا اللايك والشير وتساهموا كده ان انتوا بدعمكم باللايك عشان الفيديو ينتشر وانه يتشير كده ويتشاف، علشان انا محتاجاكم ان انتوا تبقوا في ظهري. فبيكوا انا هكبر وبيكوا هكون ان شاء الله. وتاكدوا ان انا الماسكات دي ببقى عاملاها ليكم بعد تجربه على نفسي. اهو شايفين، شايفين البشره بتمتصه في نفس الوقت. الهالات السوداء اللي تحت العين اهو شايفين، مفيش اي كرمشه، مفيش الانتفاخات الكلام ده. انا بصوا قعدت احطه 3 ايام عشان اطلع لكم بيه. تمام تمام. يلا بينا ونشوف المكونات اللي بنقول موجودة في كل تلاجة، مش هتحتاجي حاجة من بره. اهوت المكونات سهلة، ويلا بينا واشوفكم على خير. وننزل مع بعض للمكونات علشان اوعوا تضيعوا فرصة ان انتم ما تتفرجوش على الفيديو ده، انتم الخسرانين. انا كسبانة الحمد لله. بشرتي اهو، البشرتي امتصته ولا ما امتصتهوش تحت عينيا رغم السن، رغم 54 سنة. فين الكلام؟ الكلام بالدليل، الكلام فعل. يلا بينا، باي، يلا مع بعض. باي ايه ده احنا لسه هنبتدي. يلا مع بعض نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المكونات السهلة زي ما قلنا. نص جزراية، خياراية صغيرة، نص بطاطاية، فص ليمون. ايه المكونات اللي بعد كده؟ منقوع لبان الذكر. بس هنمسك المكونات ده نقطعها حتت صغيرة جدا جدا، لان انا مستعجلة، فكنت مستعجلة فهعمله في الخلاط. لكن انت تقدري تبشريهم وتحط عليهم المكونات اللي هقولك عليها، اللي هي فص ليمون، ومعلقة او معلقتين ماء ورد، ومعلقة منقوع لبان الذكر. واحنا عرفنا لبان الذكر بننقعه ازاي، وطبعا هو ده قنبلة التفتيح الهائلة، الكولاجين الطبيعي للبشرة.
حطينا كل المكونات وضربناها في الخلاط مع بعض. الماء الورد مع معلقة لبان الذكر المنقوع مع ده مع ده، حطيناه كلهم في الخلاط وضربناهم. انت عاوزه تبشرهم وبشرهم، وحط عليهم برضك معلقه لبان الذكر والماء الورد وفص الليمون. بشرتك متحسسه بلاش فص الليمون. طبعا الفايده كبيره جدا، عندنا فيتامين سي من الجزر، عندنا ترطيب هايل من الخيار، عندنا البطاطس، نشا البطاطس تفتيح هايل للهالات السوداء تحت العين. بعد ما صفينا المكونات دي هناخد ونرفعها على نار هاديه جدا لغايه ما تبقى سمكها كده، ما تسيبهاش لما تتقل ولا تبقى ميه، هي الميه تتبخر منها هيبقى السمك ده زي ما احنا شايفين. طبعا كان معصور المكونات دي قيمه معلقتين من المعصور بتاع المكونات اللي ضربناها في الخلاط، مع معلقه ماء ورد. ده الكميه اللي انا عاملاها، مع معلقه لبان ذكر منقوع لبان الذكر، وعملنا بيهم الكميه اللي احنا شايفينها دي. طبعا احنا معانا بذر الكتان، بناخد معلقه، واحنا عارفين بذر الكتان بنستخلصه ازاي، معلقه مع كوبايه ميه ونغليه لغايه ما يطلع منه الماده الجيلاتينيه اللي هي البوتكس الطبيعي للبشره، بوتكس طبيعي للبشره. وطبعا تفتيح، قنبله تفتيح تحت العين وللبشرة. هنجيب معلقة لبن نيدو وهنضيفها على المكونات، وبعد من كده هنعمل ايه؟ هنقلب المكونات كويس مع بعض. كل مكون هنحطه هنقلبه. ده بقى لبان، ده زيت لبان الذكر. وطبعا الوصفة دي انا كنت منزلاه كفيديو في القناة، هناخد منه معلقة صغيرة، معلقة شاي صغيرة زيت لبان الذكر. ده لو عاوزة تعرفي الطريقة عندك فيها، هسيبلك اللينك بتاعه في التعليق المثبت. تمام. طبعا كل الحاجات دي انا عاملاها قبل من كده، وعندنا زيت جوز الهند برضك انا كنت عاملاه لكم. طبعا كل حاجه انا بعملها يا ريت تستفيدوا وتتفرجوا على الفيديوهات وانتوا تعرفوا كل مكون انا بحطه ان احنا كنا عاملينه قبل من كده على ايدينا. طبعا خدنا معلقه جوز الهند وضفناها لان المكونات كانت سخنه لسه، يعني عندنا المكونات كانت سخنه، اللي هو بذر الكتان الجيلاتين بتاعه كان دافي لسه، وعندنا برضك البطاطس مع الجزر مع الخيار كانت احنا حطيناها على النار فلسه دافيه. تمام. هنضرب المكونات كويس مع بعض، وبعد ما نضربها كويس مع بعض هنجيب الالوفيرا جيل وهنضيف منه معلقه. لقينا السمك واحنا بنضربه كده خفيف شويه، ناخد معلقه كمان. تمام. لقينا السمك بقى كويس، خلاص كفايه كده. وهو كده كده مجرد ما هنحط الكريم ده في التلاجة هيقفش شويه من جوز الهند اللي اتحطت فيه، هتحسوا ان هو يعني قفش شويه، مش هيبقى تقيل قوي ولا الخفيف قوي. تمام. بس كريم بجد تحفه تحفه تحفه، جربوه مش هتندموا. بس اهم حاجه ان ضربه خدمي، يعني اضربيه كويس. تمام. اضربيه كويس. عندك هاند بلندر عاوزه تضربيه في الخلاط، شوفي اللي يريحك. عاوزه تضربيه بشوكه ويعني صحتك مساعداكي وعاوزه تضربي بشوكه اضربي، يعني ما وقفتش على حاجه. كده كان سمك الكريم بتاعنا، وطبعا لسه هيقفش مع بعضه، لسه هيقفش. هنفرغه في عبوه صغيره كده علشان الاستخدام. وبعد من كده هقول لكم ان احنا نغسل بشرتنا كويس وندهن المحور اللي تحت العين وفوق العين بالكريم الجميل ده. ويا ريت تدهنيه على كامل بشرتك، ادهنيه على كامل بشرتك. البشره بتمتصه جميل جدا جدا جدا، بتحس ان بشرتك ناعمه جدا جدا، مفيش اي حاجه باينه فيها، بالعكس بتمتص الكريم امتصاص هايل، بتعمل تفتيح لتحت العين لان هو للهالات. هو اصلا الكريم ده انا عاملاه للهالات زي ما انت شايفه بقولك، يعني ادهنيه على كامل كل حاجه في جسمك، ادهنيه على ايديك على رقبتك على بشرتك، وهو هيقفش مجرد ما هتحطيه في التلاجة. تمام. حط اللايك بتاعك لو ما كنتش حطيت اللايك، وبالله عليكي يعني تشجيعك ليا وشيري عشان الفيديو ينتشر. وهقولك ايه، جربي الكريم وانت اللي هتدعيلي بنفسك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم بخير ودايما بخير ودايما على خير، واغلى اخوات واغلى حبايب. ويلا باي حبايبي.